السلام عليكم. في السيشن دي هنكتب مع بعض كود وهنعمل موديول نقدر ناخدها نستخدمها زي ما هي كده في اي نود جي اس ابلكيشن اخر. طيب اعمل معايا كده فولدر جديد اسمه اور ماس وهنحط فيه 2 فايلز فاضيين، واحد اسمه index.js وواحد اسمه test.js. طيب عايزين نفتح التيرمينال بتاعه الاوبريتنج سيستم على الفولدر ده. نلاقي هنا عندنا في الويندوز حاجه اسمها open in terminal. طيب احنا هنعمل حاجه هنا ما عملناش قبل كده اسمها init او initialization. انت عادي جدا ممكن تعمل اي فايل وتكتب فيه كود وتعمل له رن، وزي ما انت شفت كل السيشنز اللي فاتت ده اللي احنا كنا بنعمله. لكن لاغراض تنظيميه يفضل ان احنا نعمل انيشاليزيشن للفولدر اللي احنا بنشتغل فيه، سواء كان موديول او سواء كان ابلكيشن كامل على بعضه. احنا هنا هنعمل موديول صغير على جنب مسمينه اور ماس، هنعمل له انيشاليزيشن. طيب تعال نشوف ايه الانيشاليزيشن ده اصلا. اولا عندنا كوماند اسمه npm. تمام، npm ده هنتكلم عليه، هو جاي مع النود جي اس وهنتكلم عليه بشكل مستقل، بس خلينا نستخدمه الاول. وبارامتر اسمه init. في بروجرام شغال دلوقتي هياخدك كده واحده واحده عشان تعمل فايل اسمه package.json. الباكج.json ده فايل هيتحط هنا في الفولدر ده فيه معلومات عن الموديول بتاعتنا او الابلكيشن بتاعنا. طيب اول حاجه بيقول لك الباكج نيم، فهو بيقترح عليك الاسم ده، فلو الاسم ده مناسب سيبه زي ما هو ودوس انتر. ماشي، لو مش مناسب اكتب الاسم التاني اللي انت عايزه، حتى لو هتكتبه هو مفيش مشاكل. طيب الفيرجن بتاع الموديول، لو انت بتطلع موديول عشان الناس تستخدمه او حتى عشان انت تستخدمه فلازم يبقى ليه فيرجن. انت النهارده طلعت اول فيرجن رقم 1، جيت بعد كده عدلت في حاجه لازم تغير الفيرجن، يبقى 1.0.1 يبقى 1.1 ايا كان طريقه التسميه بتاعه الفيرجنز هتبقى ازاي، او عدلت تعديلات كبيره قوي فده بقى الفيرجن رقم 2 وهكذا. فلازم يبقى فيه فيرجنز، فاحنا نبدا عادي بالفيرجن اللي هو كاتبه اللي هو 1.00. ولازم دي خليني اكد لك تاني لاغراض تنظيميه، مش عشان النود جي اس نفسها تشتغل، لا لاغراض تنظيميه، لان انت في بعض الاحيان وانت شغال بالموديولز اللي هي مثلا الثيرد بارتي اللي هي بتاعت حد مش بتاعتنا بتبقى عايز فيرجن معين، بيبقى فيه فيرجن معين انت معتمد عليه في الكود بتاعك ومش عايز مثلا تعمل له ابديت، لان مثلا الابديت الجديد بتاعه حصل فيه تشينج كبير قوي هيضطرك ان انت تعدل في الكود عندك، فانت لا انا مش هعدل دلوقتي، انا مثبت الفيرجن اللي مش الاخير. فموضوع الفيرجنز ده مهم. طيب الديسكريبشن ايه الموديول دي، عايز تكتب عنها كلمتين ولا حاجه؟ ماشي. a few mass functions مثلا يعني. طيب entry point، ايه الفايل الاولاني اللي هنبدا منه؟ فالديفولت برضو انه يبقى index.js. لو عايز تسميه حاجه تانية، لو في فايل تاني باسم تاني اتس اوكي، بس طالما الاسم ده هو الديفولت والمتعارف عليه فخلينا اشتغل بيه، انا مش هخسر حاجه ان انا يعني استخدمه زي ما هو، ومفيش اي داعي ان انا اغيره بلا داعي. لو انا عندي سبب قوي يخليني اغيره اوكي غيره، هي بتسمح بكده عادي. طيب تيست كوماند، سيبك من التيست كوماند ده. جيت ريبوزيتوري ده في حاله اذا كان الكود بتاعنا هيتحط على جيت سورس كنترول. لو مش عارف يعني ايه جيت سورس كنترول ف ولا يهمك، بس ده موضوع لازم تعرفه بما انك شغال في صناعه السوفت وير. طيب كي ووردز برضو ده عشان في حاله السيرش مثلا مش عايزينه في اي حاجه. الاوثر انت اسمك، اكتب اسمك مثلا. لايسنس ما علينا منها. هنا بيعرض لك بيقول لك ده الباكج دوت جيسون فايل اللي هيتعمل هيبقى بالمنظر ده، هل ده تمام بالنسبه لك؟ فاوكي. هتلاقي في فايل هنا اتعمل اهو، لو جينا خدناه سحبناه هنا في الفيجوال ستوديو كود اهو كل اللي احنا كتبناه. كان ممكن احنا نعمله بايدينا عادي، نكتب فايل هنا تكست ونحط احنا فيه الحاجات اللي احنا عايزينها، لكن طبعا npm init بيساعدنا عشان برضو ما نكتبش حاجه بشكل غلط. طيب دي اول خطوه، انا مش محتاج التيرمينال دي في حاجه خلاص كده. تمام، انا عندي الفايل ده اللي هكتب فيه كل اللي انا عايزه، وتيست ده اللي هتست فيه الفانكشنز بتاعتي. تيست ده داخلي ليا انا، مش هطلعه لحد. احنا بنعمل موديول اسمها اور ماس، لكن لازم احنا من جوه يكون في تيست بتاعنا احنا. نقفل بقى ده مش عايزينه، خلينا نيجي هنا كده. طيب هنعمل شويه فانكشنز، بس خلينا نشتغل بشكل منهجي شويه. يعني ايه بشكل منهجي؟ يعني بلاش تبدا شغلك بانك تكتب كود على طول، لازم تكتب الجوريزم، والالجوريزم ده ما يخضكش اسمه، هي الالجوريزم مقصود الخطوات بتاعه الكود. احنا دلوقتي مثلا هنعمل فانكشن ليه حساب المتوسط الحسابي. المتوسط الحسابي ان احنا عارفين ان هو بيبقى مجموع القيم على عددها، فلو انا عايز اكتب الخطوات بتاعه الكود اللي هيعمل الكلام ده بس مش في كود بلغه انجليزيه عاديه،
هعملها ازاي؟ انا اقترح ان احنا نبدا مثلا كومنت سيكشن ونكتب فيه الخطوات اللي احنا هنعملها. مثلا دي الافريج فانكشن. الانبوتس بتاعتها ايه؟ الانبوتس بتاعتها هي الارقام اللي انا عايز احسب المتوسط الحسابي بتاعتها. فانا ممكن اخليها نامز مثلا اري، او ممكن اخليها نامز اللي هو بالشكل ده اللي هو ريست بارامتر. فالانبوت بتاعتي هتبقى حاجه من الاثنين. ايه بقى بدايه الخطوات؟ بدايه الخطوات ان انا sum all nums. دي اول خطوه، محتاج اجمع كل الخطوات. تمام. طب هنفذ الخطوه دي ازاي؟ هشوف بقى هنفذها ازاي بالكود. عندي طرق كتير، انا عارف منهم طريقه لغايه دلوقتي اقدر اجمع بيها كل النمز اللي عندي. طيب الخطوه اللي بعد كده ايه؟ divide sum on nums dot length. طب خدت بالك انا بكتب خليط ما بين الانجليزي وما بين الكود. طيب انا بكتب الخطوات دي ليا، فمفيش مشاكل ان انا اكتبها بالطريقه دي. لو بكتب الخطوات دي بحيث انها تتطبق على اي لغه برمجه ايا كانت، انا هحاول ابقى حريص ان انا ما استخدمش حاجه خاصه بالجافا سكريبت. يعني فكره الريست بارامتر دي اوكي هي موجوده في اغلب اللغات، بس انا ما افترضش انها موجوده في اغلب اللغات. فانا هحتاج اكتب بشكل تاني، شكل مور جينيريك. بس احنا خلينا ما نكبرش الموضوع، احنا بنشتغل على جافا سكريبت. طيب دي الخطوه الثانيه ديفايد. الخطوه الثالثه والله ما فيش، خلاص ريتيرن الريزولت. بس دي كده الخطوات. تعال نحول الخطوات دي لكود. فانكشن وليكن مثلا نسميها اي في جي، وده الغالب يعني افريج اختصارها دايما بيتسمى اي في جي. وخلينا نشتغل بيه ريست بارامتر عشان ما ننساهوش. محتاجين variable للريزولت، وزي ما قلنا نحاول نinitialize الفاريبل بالداتا تايب بتاعه على طول، ما نسيبوش فاضي. طيب الخطوه يعني ننزل دي كده. الخطوه الاولانيه اللي هي sum all nums اعملها ازاي؟ بمنتهى البساطه هعمل لوب على النمز دي، وكل نمبر جواها هجمعه على ريزولت. تعالوا نشوف الموضوع ده. for let I equal 0 وال I أصغر من nums dot length و I plus plus result plus equal nums I. بس كده انا كده جبت، خليت result دي دلوقتي فيها ايه؟ التجميع او السميشن بتاع كل النمز اللي جاي لي من هنا. طيب دي الخطوه دي. الخطوه اللي بعد كده ايه؟ divide بقى التجميع ده على الايه؟ النم دوت لينس. فخلينا برضو result بتساوي result نفسها على nums دوت لينس. تمام. وممكن اعمل الشورت هاند بتاع الشكل ده يبقى كده زي ما عملت هنا. طبعا انت عارف المعلومه دي بس خلينا افكرك بيها. واحنا قلنا الشكل ده اللي هو بلس ايكوال شورت هاند لايه؟ للشكل ده. شورت هاند اللي هو اختصار، يعني ده اختصار لده. تمام. بس كده، فده مش عايزينه، خلينا نبقى كاتبين في اختصارات انا ما بحبهاش، وفي اختصارات صراحه عاديه جدا ما فيش مشاكل يعني ان احنا نكتبها كده. انا خلاص الريزولت بقى فيه الافريج، وانا كاتب ريزولت غلط. ماشي. اخر خطوه ان انا اريتيرن الريزولت. طيب عايز بقى اكسبورت الكلام ده. exports دوت اي في جي ايكوال للفانكشن. تمام. طيب وانا هعمل لها تيست بره بقى هنا. طيب هنا هعمل ايه؟ const our mass equal require ايه بقى؟ اسم ايوه index.js، اسم الفايل اللي فيه الفانكشنز بتاعتي. واجي هنا اقول له our mass دوت اي في جي اهي شافها. تعالى مثلا نديله 1 2 3 4 5 براحتنا بقى. طيب انا لو عملت لها كول كده هي المفروض بتريتيرن فقط مش بتطبع يعني، فانا لازم اخد الكلام ده في variable. وليكن مثلا كده.
نطبع ايه الافريج. طيب نرن. بسم الله. اول مره يسالني على كونسول. هو معلش سوري، انا كنت فاتح التيرمينال وانا المفروض كنت افتح الكونسول، انا اسف. انا هسيب لك الغلطه دي برضو عشان لو حصلت معاك، يعني لو حصل معاك انت كنت فاتح التيرمينال مثلا مستني حاجه، لا احنا محتاجين الديباج كونسول. اوكي طيب، فمبدئيا كده احنا ايه، ادانا فاليو. ممكن طبعا تتشيك انت الفاليو، اجمع الكلام ده كله بنفسك، تمام، وبعدين اقسمه على العدد وشوف اذا كانت النتيجه صح ولا لا. يعني خلينا انا اجمعهم اهو. 1+2+3+4 5 6 7 8، 36 على كام؟ على 8. بكام؟ ب4.5. حلو قوي. خلينا نعمل حاجة لطيفة. if average triple equal 4.5 average success else fail يار. انا كده بعمل شكل بدائي لحاجة اسمها يونت تيست. طيب اليونت تيست انا مش هتكلم عليها دلوقتي، هنتكلم عليها بعدين. لكن انا بتست فانكشن بمجموعة ارقام، انا عارف النتيجة بتاعتهم المفروض تبقى كام، فانا بتشيك على النتيجة ذات نفسها. هل نتيجة الفانكشن دي الرقم ده؟ لو هي الرقم ده في الحالة دي يبقى احنا نجحنا، يبقى الحالة دي ان الافريج دي كده سليمة ما فيهاش مشكلة، غير كده يبقى فيها مشكلة. فرضا يعني مثلا خلينا اقول نسيت وبدأت من 1 مثلا، فانا لما اجي اعمل ران التيست ده هو اداني رقم اي 4.3، بس لا فيلير، غلط، مش سليم، مش ده اللي المفروض يطلع. فده كده بداية ان انا بعمل حاجة اسمها يونت تيست. هنرجعها تاني، ودي كده اول فانكشن. طريقة الشغل اللي انت شايفها دي اللي احنا عملناها دي كده لغاية دلوقتي ابسط طريقة شغل مطلوبة منك. اقل من كده لا يليق. مش معنى ان انت بتعرف تستخدم اللغة كويس، ولا انا كويس وبعرف اكتب كود وجامد قوي في اللغة دي انا حافظها خلاص، ان انا لا سيبك من كل الكلام ده، انا هبدأ شغلي ان انا افتح فانكشن واكتب الكود وخلصت على كده. لا، حاول على قد ما تقدر الكود اللي انت بتكتبه تكتبه خطوات الاول قبل ما تكتبه كود. الخطوة الأولانية تكتب الألجوريزم بتاعه، الخطوة التانية تنفذ أهو، الخطوة التالتة اليونت تيست. حتى البسيطة دي اسمها يونت تيست. تمام. طيب تعالى نخش على فانكشن جديدة. تعالى برضو نعمل كوماند سيكشن. هنعمل حاجة اسمها sets يون. في الرياضيات في موضوع اسمه sets المجموعات. تمام. بمنتهى البساطة خلينا نفكر في الاري اللي فيها ارقام على انها مجموعة ست. اوكي. فلو انا عندي 2 اريز عايز اجيب الاتحاد بتاعهم. يعني ايه الاتحاد بتاعهم؟ يعني كل العناصر اللي فيهم هما الاتنين بدون تكرار. نعمل الكلام ده ازاي؟ اولا الانبوتس بتاعتي هتبقى ايه؟ بمنتهى البساطة كده هي هتبقى 2 arrays. خلينا مثلا نسمي واحدة first array، تانية second array. طيب الستبس بتاعتي افكر ازاي في الموضوع ده؟ هنفترض ان التو اريز اصلا كل اري منهم ما فيهاش ارقام متكرره، متفقين مع بعضينا كده انها ما يجيش فيها ارقام متكرره. فلو بصيت للفيرست اري اول واحده خالص، فكل اللي فيها يعتبر معايا، او السكند اي واحده اختارهم ابدا بيهم، بس خلينا ابدا بالفيرست، يعني انا مسمي واحده فيرست خلاص ابدا بيها. فكل اللي جوه الفيرست ده يعتبر معايا، هيجي في الاتحاد. اللي في السكند بقى لازم اتشيك على التكرار، هل في حاجه في السكند موجوده في الفيرست ولا لا. فاول خطوه عندي ان انا كوبي first array elements to the results او result.
ريزولت دي بقى اللي هي هتبقى ايه؟ والله ممكن تبقى اري جديده. لما نيجي نترجم الكلام ده الكود هعمل نيو اري فاضيه. طيب الخطوه التانيه بقى copy from second array to the result all elements that is not included in the first array. انقل فقط العناصر اللي مش موجودة في الفيرست array. return result. تعال نشوف الكلام ده نعمله ازاي بالجافا سكريبت. اولا هنعمل فانكشن نسميها union to sets. first set او first array second set او second array زي ما تحب. طيب هجهز الريزلت وخلينا نسميه مثلا new set. اوكي دي الريزلت بتاعتي. طبعا انا ممكن اكتب بالظبط زي ما انا كاتب في الخطوات او اغير شويه اسامي. هو يفضل ان احنا ما نغيرش عشان ما نتلخبطش. شوف انا بفكر معاك اهو، حسيت ان انا لا احنا ممكن نتلخبط، لا خلاص خليها كده. كله بقى ست وريزلت تمام. الخطوة الأولى copy first elements to the result. دي منتهى البساطة. هعمل برضو for loop. يعني بالمناسبة يا شباب احنا لغاية دلوقتي اشتغلنا على for loop فقط. في أنواع لوبس تانية لسه هنتعرف عليها، احنا لسه ما تعرفناش على أجزاء كتير من الجافا سكريبت. اوكي بس احنا for دي أهم لوب ستيتمنت موجودة في أي لغة برمجة، مش في جافا سكريبت بس. الاي أصغر من مين بقى؟ انا هلف على مين دلوقتي؟ الفيرست set دوت length y بلس بلس. طيب result عندي الفانكشنز بتاعت الاري اللي احنا درسناها مع بعض. push first set I. كده انا عملت لوب على كل الايتمز اللي موجوده في الفيرست set وعملت لها بوش في الريزلت بدون اي تشيك على اي حاجه، هاخدها كلها زي ما هي. طيب الخطوه الثانيه لما اجي بقى اعمل لوب شبه دي بس على السكند ست هعمل تشيك. خلينا ناخد دي كده ونغير هنا، دي هتبقى سكند دي هتبقى سكند، لكن قبل الريزلت دي لازم اعمل تشيك. نعمل تشيك ازاي بقى؟ بص يا سيدي، في برضو فانكشن احنا خدناها مع بعض في الاري result دوت includes. يعني انا بسأل سؤال، هل الريزلتس دي فيها الاليمنت ده او الايتم ده؟ يعني الاري ساعات بنقول elements وساعات بنقول items وساعات بنقول حاجات كتير يعني، بس هو بالتبادل كده elements او items كلها زي بعض. فهل الريزلت اللي هي الاري دي جواها الايتم ده؟ فلو جواها خلاص انا مش عايز احطه معايا. طيب اعملها ازاي بقى دي؟ طيب الانكلودز هترجع لي ترو فقط، ففي حاله الترو المفروض ان انا فاتجاهل ممكن عن طريق ايه؟ continue كمل، واعمل ده كده. يبقى في الحاله التانية ممكن اكتب هنا else طبعا، بس continue يعني خلاص، يعني انا مش محتاج else. continue مش هتكمل بقيه الاتريشن. لو انا كاتب حاجه تانية غير continue، كاتب مثلا console.log، لا هنا لازم اعمل else. او ممكن اكتبها بطريقه تانية، طريقه معكوسه شويه. انا هنا if not ده نوت دي لما بتتحط كده بتعمل ايه؟ بتعكس القيمه اللي بعديها، فاكرين؟ ده شكل وده شكل، اللي انت عايزه اختار اي واحد فيهم شغال مفيش مشاكل. اهم حاجه بعد ما تخلص اللوب دي، بعد ما تخلص
تعمل ريتيرن لي الريزلت. طيب نعمل لها اكسبورت زي ما عملنا للافريج. exports دوت اللي بنفس اسمها equal كذا. دي كمان كده طلعت. تعال نروح نعمل لها تيست. let new set equal our mass dot union to sets. دي الأولانية ودي التانية. 1 2 3 2 3 4 console.log new set. أنا ممكن أعمل زي ما عملت هنا برضو with a new set. أنا متوقع إيه النتيجة اللي هتطلع؟ 1 2 3 و4. ان انا اتحاد الاتنين دول مع بعض بدون تكرار هيبقى 1 2 3. دي معانا خلاص. 2 موجوده، 3 موجوده، 4 مش موجوده، فيبقى حط 4، فيبقى 1 2 3 4. ده اللي انا متوقعه. يلا نجرب. بسم الله. طيب هنا شايفها انها فيلير مع انها مظبوطه. المشكله هنا ان انا ما ينفعش اقارن الريز بالمنظر ده. اوكي، وانا حاططها لك هنا عشان اوريها لك انها ما بتنفعش. ولا كده ولا حتى كده. يعني ده مش هيجيب حاجه وده مش، الاتنين مش نافعين. اوكي. طيب اعمل ايه بقى لما اكون عايز اقارن تو اريز؟ المفروض دي اري ودي اري. بصراحه في طرق كتير قوي، بس كل الطرق في الاخر بتقارن ايتم باي ايتم. فانا عشان اعمل الحركه دي محتاج اقارن بالمنظر ده. ان اول ايتم 1 and الايتم التاني 2 and خلينا اخدهم كده كلهم على بعض. لازم تبقى بالمنظر ده ايتم باي ايتم. اوكي. في الحاله دي اوب الاند اللي في الاخر دي سوري. في الحالة دي هيبقى سكسس. الحالة دي تمام، ما فيش اي مشاكل. برضو ده شكل بسيط من اليونت تيست. هنكمل بقى في عجالة شوية. عايزين نعمل حاجة اسمها انترسكشن، اللي هو طبعا كل الحاجات دي تدريب ليك. احنا ممكن نكتفي بالتو فانكشنز دول وخلاص الموضوع خلص، بس خلينا شوية تدريب كمان. هنعمل حاجة اسمها sets intersection، ودي غير اليونيون، دي تقاطع المجموعات. بنريتيرن الايتمز اللي موجوده في التو اريز فقط. يعني الايتمز المتكرره فقط هي اللي احنا عايزينها، عكس اليونيون. طيب هي الخطوات بتاعتها طبعا هي الانبوتس بتاعتها زي دي بالظبط. يعني اهي الستبس. المفروض ان انا اختار اري منهم وليكن الفيرست، وهعمل لوب عليها. اوكي. لوب، او خلينا نقول for each item in first set يبقى if the item includes in the second set then push it to the result. بس كده. فكر فيها شوية كده هتلاقيها خلصت على كده. exports dot intersection equal function intersection first set second set let result array فاضية و 4. خلينا ناخد اي 4 من اللي فوق دول.
if second set includes first set of I موجود موجود، يبقى result dot push المين ده في الاخر return ال result. طيب تعال نتست الانترسكشن. المفروض ان هو يكون 2 و4، هنا 2 و4 وهنا 2 و4، دول بس اللي ايه متكررين. فانا ممكن اخد دي كده كوبي. انا محتاج 2 و4 وتبقى intersection success intersection failure. يلا نجرب. error intersection is not defined. انا نسيت اكتب our mass، سوري. failure عشان اخدت كوبي انا مستعجل، انا كده ايه بقيت مستعجل، فانا اخدت كوبي باسم الاري القديمه. الاستعجال في الحاجات دي بيغلطك ويخليك تعمل غلطات كتير، ده عيب السوفت وير وعيب دماغنا، ودي حاجه بقى معرفش ملهاش علاج غالبا يعني. طيب هنا المفروض الانترسكشن سكسس فعلا، لان الناتج اهو 2 و4، دي برضو حاجه كويسه. احنا طولنا، بس حابب اوري لك حاجه زي اللي احنا اشتغلنا بيها من الاوبجكت بتاع الماس، حاجه زي الماكس. عايز اعمل ماكس، ف عايز ادي للفانكشن مجموعه ارقام ماكس inputs، خليها rest parameter steps. ازاي اعمل تشيك على اكبر رقم فيه مجموعه ارقام جايه لي؟ اولا هعمل يعني temp variable equal the smallest number value. صفر مثلا، والله ما انا ممكن يكون في ارقام بالنيجاتيف، فالنيجاتيف اصغر من صفر. تمام، هنشوف دلوقتي ممكن نستخدم ايه. طيب الخطوه اللي بعد كده هعمل لوب for each item in nums. ايه بقى؟ if الايتم اكبر من التمب then temp equal الايتم، في الاخر return التمب ده. طيب temp variable ده خليه مثلا نسميه max. if اكتر من max then، عشان حتى الكلام الانجليزي يبقى يعني مفهوم لوحده. طيب ده الالجوريزم اللي بنحسب بيه الماكس نمبر. لازم نعمل فاليو الاول، البنش مارك بتاعتنا او البدايه بتاعتنا اللي هنبدا منها، ونبدا نشوف اي ايتم جاي لنا هل هو اكبر منها ولا لا. لو اكبر منها اعمل ريبليس للقيمه دي بالايتم اللي عندك ده، بدل الاتنين ببعض من الاخر يعني. خد القيمه اللي جايه دي حطها بدل القيمه اللي قاعده مستنيه دي على جنب، وهكذا هكذا هكذا لغايه لما تخلص كل النمبرز اللي عندك. اللي هيجي اكبر يريبليس، اللي يجي اكبر يريبليس، ما جاش اكبر خلاص ما يعملش ريبليس. exports dot max equal function max dot nums. let max equal مين بقى؟ عندي الاوبجكت الجميل اللي اسمه number dot negative infinity. حلو ده، حلو negative infinity. او في واحد تاني اللي هو ايه من safe integer مثلا، بس انا افضل استخدم ده طالما موجود. طيب كده بقى انا عندي الفاليو ده فيها اصغر رقم في الدنيا اللي هو نيجاتيف انفينيتي، ايا كان الرقم اللي جاي عليه هيبقى اكبر منه، ده مضمون 100%. اعمل بقى الخطوه الثانيه for let i equal 0 وال i اصغر من ال
nums دوت length والاي بلس بلس if nums، وانا بكتب بسرعة وده غلط، nums of I اكبر من max، اعمل ايه؟ max equal nums of I، مفيهاش كلام. خلصت return max. ايه رأيك؟ تيست على طول. let max value equal our max وديها شوية أرقام. طيب اليونت تيست بتاعتنا الصغنونة، لو الماكس فاليو أكبر رقم في التلاتة دول كام؟ 123، يبقى خد كوبي من أقرب حاجة شبهها. كوبي ده على قد ما بيسهل على قد ما هو برضو خطر، لأنك ممكن تنقل حاجة ما تغيرهاش، فخلي بالك من الموضوع ده جدا. جينا نعمل رن، ماكس سكسس 123، حلو قوي الكلام ده. طيب احنا هنكتفي بالفانكشنز دي كلها، خلاص مفيش اي داعي ان احنا نكتر اكتر من كده، بس انت محتاج تعمل المن مع نفسك. وفي واحده في السيتس، حاجه اسمها سيتس ديفرنس، هي شبه الشغل اللي احنا عملناه على السيتس لغايه دلوقتي، لكن فيها يعني ايه تريكايه صغيره كده مختلفه عن اللي احنا عملناه. باختصار كده انا لازم اتشيك على التو اريز مع بعض، مش ان انا اثبت واحده واتعامل مع التانية او الكلام اللي احنا عملناه ده، لا انا هحتاج ابص على الاتنين مع بعض كلهم. اوكي، ديفرنس اللي هو عايز الفرق بين التو اريز، الايتمز اللي موجوده في الاري الاولانيه ما تكونش موجوده في التانية، والايتمز اللي موجوده في التانية ما تكونش موجوده في الاولانيه. وانا كده قلت لك الحل المفروض يمشي ازاي، اعملها انت بقى. طيب انا كده عملت الموديول اهو index.js، ده فيه الكود بتاعي، وكمان في الخطوات الالجوريزم دي انا ممكن اسيبها كده كدوكيومنتيشن. لو حد مثلا زمايلي في التيم او الشركه اللي انا شغال فيها انا المفروض اعمل دوكيومنتيشن للكود، فده يعني دوكيومنتيشن عظيم فيتساب ما يتمسحش. طيب نستخدم بقى الكلام ده ازاي؟ هاخد كوبي للفولدر اللي انا عملته اللي اسمه اور ماس، واحطه فيه البروجكت اللي انا عايز اشتغل فيه، وليكن انا هنا عامل بروجكت اسمه يوز ماس، وخلينا نعمل له index.js نشتغل بيه. هنا بقى لما اجي اعمل ريكواير هيبقى غير ما عملت هنا انا عملت ريكواير لاسم index.js، خلي بالك من الحته دي. هنا هعمل ريكواير، لكن خلينا نفتح نيو ويندو، انا هعمل ريكواير لمين؟ شايف باكج دوت جيسون دي، الاسم بتاع الموديول اور ماس ده. خلينا نقول مثلا const our mass equal require our mass. ده كلام عظيم. تعالوا ناخد حاجة من التست كده اللي احنا كان قلناكم مثلا ده، نعمل كده نجرب. 100 ماشي كده زي ما انت شايف. عملنا موديول على جنب، اشتغلنا فيه براحتنا، عملنا فيه تيست زي ما احنا عايزين، وبعدين طلعناه لحد تاني يشتغل بيه. خد الفولدر حطه جنب الكود بتاعه وعمل ريكواير باسم الموديول مش باسم الفايلز. اوكي، وده كله يرجع لان في حاجه اسمها باكج دوت جيسون هنا في الانفورميشن دي، واستخدمناها على طول. بس كده.